تعالوا بقى يا حبايبي اما نعمل مع بعض احلى اكله ممكن تعملوها وكل الناس بتحبها وكل المصريين بيحبوها جدا جدا، كبار وصغيرين والكل بيحبها. هنعمل كشري مصري بكل حاجته، الدقه بتاعته والشطه بتاعته والبصل المفلفل المحمر الجميل دي والمكرونه المفلفله، ومع احلى فرخه مشويه بتتبيله حلوه جدا جدا. كملوا يا حبايبي الفيديو للاخر والله هتستفادوا ان شاء الله، ويا رب يعجبكم. والصلصه الجميله الحمراء المسبكه حلوه قوي دي، كل حاجه فيه مظبوطه بالظبط وحلوه جدا جدا. شايفين البصل ما شاء الله مفلفل من بعضه ومحمر وحلو قوي قوي ازاي. طبق الكشري بجد حاجه حلوه قوي قوي وطعمه في حته تانية خالص، والفراخ اللي دايبه دوب وطعمها حلو قوي قوي وريحتها كانت طالعه ماليه الدنيا، طريقتها في الشوي حلوه قوي قوي. شايفين بجد يعني احلى اكله ممكن تعملوها لولادكم لما يكونوا كده راجعين من يوم دراسي كده، بجد كلهم بيحبوا قوي الاكله دي. ما شاء الله شايفين الطبق شكله حلو جدا ازاي، وطعمه طبعا احلى بكتير من شكله كمان والله. والفراخ اللي دايبه دوب وطريه قوي قوي، شايفين شكلها حلو قوي ازاي وطريه جدا وطعمها حلو، طعمها بجد رهيب. اول حاجه بقى هنجهز التتبيله بتاعه الفرخه. معانا كده 3 بصلات او بصلتين و3 حبات طماطم و3 4 فصوص توم وقرنين 3 كده شطه. هتقطعيهم كده على طول وتنزلي بهم في شفشق الخلاط عشان هنعمل التتبيله دي سريعه على طول كده في الشفشق، وممكن ما تعملهاش من بالليل خالص ولا اي حاجه. هنعصر بقى ليمونه يعني كده، وهنحط مج ميه عشان طبعا الخلاط، وهنحط معلقتين 3 خل، وهنحط بصل وتوم باودر، ودي معلقتين زيت زيتون ومعلقه صويا صوص، وهنحط بصل وتوم باودر. الحاجه اللي عندك حط منها، وطبعا مستردة ومايونيز معلقه كده من كل حاجه. لو مفيش عندك الحاجات دي ما تحطيش وما توقفيش نفسك على حاجه، الحاجه اللي عندك حطيها. دي بصل وتوم باودر، وهنحط طبعا فلفل اسمر و7 بهارات وبابريكا وبهارات فراخ، كل دي كده معالق صغيره، بس بهارات الفراخ معلقتين زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. ما توقفيش نفسك على نوع بهارات معين، انا دايما بقول وتظبطي الملح بتاعك بقى، تحط معلقتين ملح كده لو انت هتعملها على طول يبقى ملحها مظبوط كده. لو هتبيتها من قبلها كده في التلاجة يعني يبقى الملح مش متملح قوي يعني، انما لو هتعملها على طول لازم يبقى الملح مظبوط عشان الفرخة كده تاخد ملحها المظبوط وتبقى كويس كده. خلاص ضربناهم في الخلاط اهو كده، القوام دي مظبوط قوي والملح مظبوط جدا. هتجيب الفرخه بتاعتك بقى الحلوه الجميله دي ما شاء الله نضيفها وبيضه وزي الفل، بتبقى غسلها طبعا ونقعها من قبلها بليمون بقى وملح وكده، وبعدين بتجيبها كده من سلسله الظهر وبتفتحيها، بتبقى متفتح عادي خالص وبكل سهوله. تعملي فتحه كده من فوق وبتقلبها كده عشان تتفتح معاكي، بتشيلي الحته اللي ورا دي ملهاش لازمه. ولو فيها بقى اي حاجة كده بعد ما بتفتحيها بتلاقي لسه فيها بواقي كده، الواحد ما بعرفش يشيلها ويتحكم فيها وهي مقفولة، بتشيليها على طول كده زي ما انت شايفة وترجعي تاني تشطفيها وبتجيبيها. يعني بجد يا حبايبي بجد بجد الفرخة دي كان طعمها حلو جدا جدا. يا ريت تعملوها كده وتجربوها وتقولوا لي رأيكم. خلاص كده شطفناها تاني، هنجيبها بقى في الصينية اللي هندخلها الفرن على طول، هنغرزها كده نغرزها كده على طول علشان التتبيلة بتاعتها تدخل، عشان التتبيلة بتاعتها تدخل كده في كل حتة فيها. وبعدين بنعصر عليها نص ليمونة، تعصري كده عليها نص ليمونة علشان الليمونة دي العصرة دي بتبقى حلوة قوي فيها، بتخليها يعني طعمها حلو جدا. وبتقلبيها بقى، بتقلبيها وبتغرزيها تاني، بتغرزيها تاني كده من الجهة التانية. ما تخافيش غرزها بس حلو كده بالسكينة علشان الليمون وكل حاجتها تبقى يعني التتبيلة والليمون وكله يدخل فيها كده. وبالفرشة كده بتحاولي تدخلي بقى عصرة الليمونة الاول وبتظبطيها بقى كده، وبعد كده هتنزلي بقى عليها هتنزلي عليها بقى بالتتبيلة الجميلة اللي احنا مجهزينها
في الشفشق دي. شايفين تتبيلة حلوة قوي وشكلها تحفة بجد، وريحتها والله وطعمها حلو قوي بجد يعني حلو خالص. بتوزعي بقى التتبيلة كده على الفرخة، وبالفرشة كده بتحاولي او بايدك برضه تحاولي تدلكيها كده، وتدخلي كل التتبيلة كل الفتحات اللي احنا فتحناها فيها دي، وبتقلبيها برضه وبتعملي بتدخلي برضه التتبيلة جواها كلها كده. وزي ما قلت لكم مش شرط خالص ان انت تعمليها من قبلها، لو عندك وقت بس نص ساعة تسيبيها، ساعة تسيبيها، ما عندكيش وقت اشتغلي فيها على طول. ما تنسوش طبعا الرجول دي اهم حاجة، والقرصة بقى والكبدة والحاجة دي والله حلوة جدا، وبتبقى شاربة برضو من التتبيلة وطعمها حلو قوي قوي. بصي بقى لو انت غطيها بقى ودخليها الفرن على طول لو ما عندكيش وقت. لو عندك وقت وعايزه تسيبيها كده ساعة، نص ساعة، ساعتين، لو من قبلها بليلة براحتك برضو تدخليها التلاجة، وتاني يوم تحطها على كده على تحط الشبكة في نص الفرن ونار كده لتحت، وتحط الصينية عليها على الشبكة، وتسيبيها بقى تستوى براحتها بقى، بتبقى مستوية سوا كامل كده يعني. ما تعليش النار وما تقربيش الشبكة للنار من تحت، وولعي من تحت بس. ودي كده كام قرن شطة كده فتحتهم وحطيتهم معاهم علشان بيبقى حلو برضو مع الكشري المصري قوي، اللي حابب ياكله مع الكشري المصري في طبقه يعني. وكده خلاص الفرخة كده ادخلها الفرن زي ما قلت لكم على الشبكة، في نص الفرن مش تحت، وعلى نار وسط، وتسيبها بقى كده ساعة كده بتلاقيها استوت جدا وبقت زي الفل. ونجيب بقى العدس بتاعنا بنهزه كده عشان لو في عفرة او حاجة، وبعدين بتحاولي كده تنقيه برضو لو في اي حاجة. ساعات العدس دي بيكون فيه حاجات كتير، بس العدس دي كان النهارده نضيفه حلو ما لقيتش فيه حاجة، بس يعني اديكي بتدوري يعني. بعد كده بقى هننزل بيه في المصفى ونغسله غسلة حلوة كده تحت المية. انا عملت معاكم الفيديو دي بكل يعني كل تفاصيلها فيه علشان خاطر حبيبتي واختي وصاحبتي حبيبة قلبي يعني غالية عليا اوي اوي، طلبته مني طبعا ما اقدرش اتأخر عنها، عملته لها والله علشان خاطرها بكل تفاصيله. ويا رب تشوفوا، ويا رب كلكم تشوفوه للاخر ويعجبكم، لان بجد تعبت جدا جدا في الفيديو دي في كل حاجة فيه. يا رب بقى ما تبخلوش علينا باللايك، ولو حد اول مرة يشوف القناة يا ريت يشترك. وبعدين بقى لازم نغسله كده غسلة كويسة اوي تحت المية، وفي الحلة كده نصفيه، وطبعا نولع النار ونحطه على النار يستوي. ما تغطيش عليه قوي بالسوا عشان ما يبقاش مهري منك جامد. وبعد كده بقى نحط مية المكرونة هي وفيها معلقتين ملح ومعلقتين زيت، واول ما المية تغلي كده بننزل بالمكرونة. لازم تبقى كيس طويل وكيس مكرونة صغير، وعلى حسب برضو عدد افراد اسرتك ما تكتريش يعني، نص كيس او نص كيس على حسب انتوا عدد افرادكم كام. كده العدس جميل اهو ما شاء الله وبيغلي، والمكرونة على النار اهي. طبعا اول ما بتغلي بتنزل كده على طول، بتسيبها بقى لما تستوي حلو كده. العدس خلاص استوى هون وبقى جميل اهو كده حلو اوي. تطفي عليه في المرحله دي، ما تسيبوش اكتر من كده لانه بيتهرى قوي لو سبتها اكتر من كده. حط بقى المصفى كده في الحوض وصفي العدس، افتحي الميه كده شطفيه، وبعدين حط المصفى برضو على الحله تاني، تنزل كل الميه اللي بيبقى فيها عشان يبقى مفلفل كده وحلو زي ما انت شايفه كده اهو، وضغطيه عشان يفضل دافي لوقت الاكل. المكرونه كده خلاص اتسلقت اهي وبقت حلوه زي الفل. وطبعا المكرونه الصغيره برضو اتسلقت اهي مش راضيه تقف، بس برضو هنحاول نمسكها اهي واستوت اهي وبقت زي الفل. برضو هنحط المصفى كده في الحوض ونفتح الميه وننزل بالمكرونه نصفيها ونشطفها برضو شطفتين كده تحت الميه عشان النشا الزياده اللي فيها ينزل كده. وبرضو بتحط المصفى على الحله عشان برضو اي ميه فيها كده تنزل وتبقى ناشفه كده مفيش فيها ميه ولا حاجه خالص. وبتغطيها برضو وتسيبها دافيه كده لوقت التقديم. تعالوا بقى نعمل احلى شويه صلصه للكشري بقى. حله كده على النار وفيها معلقتين زيت، وبننزل فيها بقى بمعلقه توم كبيره كده، اول ما بتصفر كده بنكون مجهزين كميه الطماطم. الطماطم اي غاليه وكل حاجه عندنا ب20 جنيه، يا ترى عندكم بكام؟ قولولي كده الطماطم عندكم بكام. بس برضه عملنا لهم كشري مصري يلا ملناش بركه اللي هم. تنزلي كده بالطماطم
بقى البهارات بتاعتك بقى اهم حاجة الكزبرة والكمون والسبع بهارات وشوية فلفل اسمر كده، وبتقلبيها كده على طول، بتقلبيها وتظبطي الملح. تعالوا بقى نشوف الفرخة كده طلعناها من الفرن اهي ما شاء الله شكلها جميل قوي. بنرش عليها كده من الصوص اللي نازل منها، وبعد كده لو في تتبيلة زيادة او حاجة عليها بنشيلها. ده يبدوب والله يعني، لدرجة ان هي اصلا مش طالعة ماسكة نفسها، يعني هتطلع دلوقتي. انا كنت عايزاها تبقى الفرخة كاملة على بعضها كده، هطلعها الصدر لوحدها والوراك لوحدها من كتر ان هي دابت دوب وما خدتش وقت في الفرن ولا اي حاجة. وشكلها جميل وريحتها بقى حلوة اوي وطعمها جميل بجد يعني. حلوة يعني، يا رب تجربوها ان شاء الله. كده طلعنا الفرخة اهو، هنطلع الفلفل برضو الشطة دي وهندهنها بقى من الصوص اللي نازل منها، هناخد الحمار دي منه كده وندهن. حلوة اوي اوي يعني. وندخلها بقى تحت الشواية هتاخد لون كده جميل بعد ما دهناها كده من الصوص اللي نازل دي كده. خلاص اهو اهي كده جمعناها تاني اهي فرخة كاملة اهي، وندخلها بقى تحت الشواية. ودي الصلصة خلاص قربت على ان هي تتسبك اهي. ودي الفرخة بعد ما طلعت شكلها جميل خالص. برضو بناخد كده من الحمار ده وبندهنها كده عشان تاخد لمعة حلوة كده، وضغطت عليها بقى وتسيبيها. في هنا بقى لو عايزة فحماية عادي ولعي فحماية وحطها نقطة زيت على الفحماية وغطي عليها وسيبيها تاخد طعم الفحمة وتبقى حلوة قوي. بس انا طبعا ما كانش في وقت وكفاية كده يعني تعب في الفيديو دي، فحطيتش فحم. تعال بقى نعمل البصل معانا كده زي ما انت عايزة بقى 5 6 7 بصلات كده صغيرين، بنغسلهم وبنقطعهم جوانح كده. تقطع البصلة 2 وبعدين كل نص بقى تقطعيه جوانح كده على طول زي ما انت شايفة كده. وبعد كده بتفكيه بايدك كده علشان لما تحمريه يبقى متفلفل كده وكل واحدة لوحدها ومتحمر حلو. بتحط بقى عليه معلقتين نشا وبتقلبي كده عشان النشا اللي بتخليه قرمش. وبتنزلي برضو بربع كوباية خل كده وبتقلبيهم. وعايزة برضو تسيبيه شوية، تسيبيه مش عايزة حمريه على طول برضو بيبقى مقرمش وجميل جدا. هنحط بقى طاسة كده على النار يكون فيها كمية زيت حلوة كده. واول ما الزيت بيسخن بتنزلي بقى بالبصل. ما تحطيش البصل كل مرة واحدة، حطيه على مرتين عشان يبقى واخد راحته كده في الطاسة ويطلع كده مقرمش وحلو. ما تكتريش، لو كترتي هيبقى لازق في بعض ومش هيقرمش. هنعمل بقى نحمر الشعرية كده عشان نعمل شوية رز مع الكشري. شعرية بناخد معلقتين زيت من بتوع البصل بيخلوا طعمه حلو قوي، ومعلقة زبدة كده. وبتنزلي بنص كيس شعرية. بتكوني عاملة بغسلة مج رز بس، يعني كتري الشعرية وقللوا الرز. وبتحطيه في مصفى كده يصفى. عما تحمري الشعرية بتنزلي كده بمعلقة ملح عشان تحمري كده على طول الشعرية كلها مع بعضها. وايدك كده بتقلب برضو البصل جنبك وعشان ما يتحرقش منك، يعني تخلي بالك كده على طول من اللي جنبك. كده الرز اهو ده مج واحد بس. وبتقلبي كده على طول شوية قلبتين 3 وبتحطي ورقتين كده غار او لورا علشان بيبقى بيخلي طعم الرز حلو قوي. ودي مية بتغلي كده جنبك برضو، بتنزلي على الرز بشعرية بالمية المغلية بيغلي معاك على طول. الحقي طبعا طلعي البصل قبل ما يتحرق وبعدين رجعي الرز تاني، متسيبوش حاجة تتحرق. ايوه كده. طلعنا البصل اول ونرجع تاني للرز بقى نظبط المية بتاعته كمان شوية ونحطله بقى. وكنا حاطين الملح ورشة فلفل اسمر كده وغطي عليه بقى وسيبيه يستوي كده مع نفسه. هننزل بقى ببقية كمية البصل. تعالوا بقى هنعمل الدقة بتاعة الكشري. وخلي بالكوا بقى من اللي هيحصل والغلط ديت محدش يعمله عشان هو ربنا هو اللي ستر بجد يعني في الحركة دي. معلقتين برضو كده من الزيت بتاع البصل. زيت البصل ده بقى حلو قوي ان انت تعملي بالدقة وتعملي بالشطة وتعملي بالرز، بتخلي طعمه حلو خالص. او معلقة زيت وتحط فيها نص معلقة توم كده. واول ما يصفر معاكي لما تيجي بقى تنزلي بالمية او شايفين النار اللي ولعت دي ما تعملوش زي بقى كده طبعا.
طفوا النار خالص وبعدين انزلوا بالمية عشان الدنيا كانت هتولع، بس والله ربنا هو اللي ستر. وديت اللي فاض من التوم، ما عملتش غيره طبعا عشان ما كانش فيه وقت، هيمشي يعني عادي. نزلت عليهم كده بربع كوباية خل وملح وكمون وعصرة ليمونة بقى، وخلاص كده ديت الدقة بتاعت الكشري كده جاهزة وحلوة قوي. خلاص بقى كمية البصل التانية برضو اتحمرت وهنطلعها هون كده. البصل جميل خالص اهو اتحمر وكله مفلفل كده وحلو ولونه ذهبي وجميل ما شاء الله، شايفينه جميل ازاي. خلاص كده الدقة خلصت، هنعصر عليها الليمونة بقى كمان، وكده خلاص كده نفضها بقى في الطبق. وشكرا كده من الدقة. وخلي بالكم النار، طفوا النار واوعوا تحطوا المية من غير ما تطفوا النار. تعالوا بقى نعمل الشطة. نفس الطاسة ونفس الزيت برضو، معلقتين كده زيت، وبتحطي معلقة شطة كده او معلقتين على حسب انت عايزاها حر قوي ولا لأ. واول ما بتحمر كده بتدخن كده معاك وتحمر، تنزلي عليهم بكبشتين كده من الصلصة الجميلة دي. وطبعا لازم تطفي النار برضو عشان بتولع، وما يكونش جنبك اطفال ولا حاجة لان ريحتها صعبة خالص، بتخليكي بقى تعطسي وتكحي وكده، تبقي في المطبخ لوحدك. خلاص كده يعني بقت السبيكة اهي بقت حلوة. حط فيها برضو قرنين 3 شطة كده للزيادة، عشان في ناس بتحب الكشري مشطشط زيادة قوي، فدي بقى بيبقى جواها شطة. الشطة الخضراء والحمرا دي بيكون جواها شطة زيادة، فبيبقى بقى سبايس على الاخر يعني. ده دليل اللي حابب الحاجة حراقة قوي، بس طبعا متعملوش كده برضو للاطفال. كده خلاص خلصت. هنطلع بقى الشطة دي نحطها كده لوحدها في طبق، وكده خلصنا الحمد لله كل حاجة الكشري. يا رب ما تكونوش زهقتم، وتكون ضيفة كده خفيفة على قلبكم في الوصفة دي، لان هي فعلا كانت طويلة شوية غصب عني والله، لان حاجات كتير والرز المفلفل جميل اهون. واللي يوصل لينا بقى يا حبايبي بالله عليكم متنسوش اللايك والكومنت الحلو، تشتركوا في القناة، واشوفكم يا حبايبي على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.